السلام عليكم ورحمه الله. جبت لكم فيديو جديد. بالنسبه للورقه ديال البسطيله. كلنا كتشتنا الورقه ديال البسطيله صراحه، كاين اللي كيعرف ما يدير بها وكاين اللي ما كيعرف ما يدير بها. المهم انا شخصيا غادي ناخذ ملي كتشط ليا ورقه البسطيله كنحتفظ بها في المجمد، حتى كنجمع واحد لا كونتيتي كثيره، عاد ديك الساعه كنستعملها. هنا راني جبدتها من المجمد. بديت كنقطع فيها. هنا راه غادي ندير منها جوج ديال الوصفات، الوصفه الاولى اللي هي ديال لا شابلور، والوصفه الثانيه اللي غنصاوب بها. المهم غنزين بهم لي كانابي، غنزين بها لي كانابي، نزين بها البريوات، نزين بها سيجار. هذاك ان شاء الله غندير ليه فيديو اخر. الا شفتكم تفاعلتوا معايا، يعني الا تفاعلتوا مع هذا الفيديو ان شاء الله ندير لكم فيديو اخر. دابا غندير فيديو على لا شابلور. المهم هانتوما انا دابا كنقطعها وغادي نخليها تقريبا حتى نشف واحد شويه. غادي نجيب واحد الطاوله اللي كتدخل الفران وغادي ندير فيها هاد الورقه ديال البسطيله، غنسرحها في ديك اللاطه، غنسخن الفران مزيان وغادي نحط الورقه خاصها تنشف ليا ماشي تحمر. انا ما بغيتهاش تحمر نهائيا، خاص الورقه تبقى بيضه ولكن خاصها تنشف. يعني ملي كتمس الورقه كتهرس صافي. غنحيدها ديك الساعه من الفران وغادي ندوزو ان شاء الله باش نشوفوا الطريقه، يعني نشوفوا اشنو غادي نديروا من بعدها. هنا راه الكميه كثيره فانا قسمتها على زوج كيف ما قلت لكم. هنا كيف ما كتشوفوا يعني الورقه من بعد ما نشفات، هانتو ملي كنمسها كتهرس بحال هكا، خصها تكون ما خاصهاش تحمر. غادي نجيب الهاشوار وغادي يعني نهاشي فيها هاد الورقه لانني بغيتها شابلور. عوض ما ناخذ الخبز او لا ناخذ لا شابلور اللي هو جاهز، فهذه صراحه فكره اللي هي زوينه. في نفس الوقت الورقه البسطيله ضروري كتبقى لينا. المهم غادي ناخذ واحد الكميه اللي غادي نطحنها. المهم انا غنطحن هذه الكميه اللي عندي دابا كلها. هنا ملي غطحنوها بغيتو تخلوا لا شابلور ديالكم بحال هكا، يعني في هذا اللون، يعني في هذا اللون ديال الورقه عادي بحال هكا. بغيتو تنسموها غتنسموها. بالنسبه لي انا فما غاديش نخليها بحال هكا، فانا كتعجبني لا شابلور تكون منسمه. هادشي اللي غندير. يعني انا غادي نطحن دابا هاد الورقه ديال البسطيله اللي رجعتها على شكل شابلور وغادي ان شاء الله نسمها. يعني ملي نطحن الكميه كامله اللي عندي غادي نسمها. كنتمنى انكم تجربوا هاد الطريقه. بالنسبه لشاط ورقه البسطيله ما يرميهاش، يحتفظ بها في المجمد حتى تجمعوا واحد لا كونتيتي عاد استعملوها. فكيف ما شفتوا انا بعد ما طحنت الكميه اللي عندي ديال الورقه فانا غادي نسمها بالزعتر، يعني الزعتر مجفف اللي ديجا نقيته من العويدات من الحجر، حيت منه التراب غربلته. هنا غنزيد الثومه بودر. هنا القياس كيبقى لكم نتوما والرغبه ديالكم وعلى حسب الكميه اللي عندكم نتوما ديال داك الورقه اللي طحنتو. غنضيف التحميره. هنا عينكم ميزانكم في العطريه، فكيف ما قلت لكم غنزيد الزعتر، غنزيد الزعتر مجفف، غنزيد التحميره وغادي نزيد الثوم بودره. اللي عنده ثوم يعني عنده البصل مجفف حتى هو يزيدو. هنا قياس ديال الملح. كيف ما كتعرفوا ان البسطيله كتكون يعني مسوسه ما فيهاش الملح الورقه. فانا هنا غادي نطحن. هنا اللي عندكم الاعشاب المنسمه اللي تتكون مخلطه فديروها. انا ما عنديش يعني اكتفيت غير بالزعتر. فكيف ما شفتوا بعد ما درت هاد العطريه عاود طحنت واحد الطحنه اخرى صافي، وغادي يكون لا شابلور ديالكم جاهز موجود بطريقه اللي هي سهله وعارفين راسكم اشنو دايرين فيه، وغادي يتقام عليكم اقتصادي على انكم تشروا لا شابلور جاهز الجاهز. راه كيف ما كتشوفوا هي راه ما كتغرش، يعني حتى كتعود بحال الغبره ولكن راه كتعود مسمده، يعني كيجيكم داك لا شابلور مسمد. شفتوا كيفاش كيجي؟ يعني هذه الطريقه اللي زوينه وفي نفس الوقت اقتصاديه. كيف ما كتشوفوا هذا الشكل النهائي ديال لا شابلور ديالنا بالاعشاب، يعني منسم
غير من الورقه ديال البسطيله اللي كتبقى لينا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. اللي عجبو الفيديو يدير جيم، يدير بارطاج، يدير اعجاب القناه فضاء كنزه طبخ وابداع اسباس كنزة.